في ناس بيحاولوا يكونوا إيجابيين في أي موقف، لكن بدل ما بيدوا للواحد أمل يخلوك تحس إن أنت ما عندكش معاناة أصلا، أو إنه مجرد موقف ملوش لازمة مش مستاهل إنك تقف عنده أو تكبر الموضوع فيه. ده كمان بيخلوك تحس إن اللي أنت فيه ده موقف زي الفل. ده اسمه السلبية المقنعة. بس لازم تعرف إن اللي بيعمل كده هو مش قصده خبث ولا حاجة، بس هو أصلا مش قادر يتعامل مع مشاعر الألم، ولما بيشوف حد عنده معاناة بيقلق، بيحاول إنه يقول عبارات تخليك تتفائل عشان يقفل الموضوع، وساعتها هو يحس براحة مش انت. هو بيعمل كده عشان ما عندوش الوعي الكافي والشجاعة إنه يقعد معاك ويتكلم في أهمية وتقل الموضوع. بس حد بيفكر دلوقتي ويقول على فكرة ده شيء كويس جدا إنه يقول لك كده، هو يعني الراجل غلطان إنه يحاول يخليك تهدى؟ بص بقى، الأسلوب ده بيأذي الشخص اللي عنده مشكلة عشان هو بيديله رسالة بيقول له مشاعرك دي غلط، بيخليك تحس بالذنب عشان زعلان أو بالضعف عشان متضايق من الموضوع. ولكن ده الطبيعي. التجاهل العاطفي أو الاستهتار بمشاعر غيرك بيخليه ما يحكيش حاجة لحد تاني خالص، ويبقى شخص وحيد أكتر من الأول. بص يا محترم، المعاناة هتفضل معاناة، محدش يقدر يقللها. ساعات كل اللي بيحتاجه الشخص ده هو إن يلاقي حد يسمعه ويفهم الموقف اللي هو فيه. بس اللي يكون بيسمع يكون مقدر الموقف، ده أحسن بكتير من ألف عبارة تحفيزية. عشان تستوعب الموضوع أكتر خلي الموضوع لنفسك، شوف هل هتستقبل الكلام ده ولا لا. تخيل تبقى حاصله لك مشكله كبيره فعلا وما صدقت تلاقي حد تحكي معاه وكل شويه يقول لك انت زي الفل يا عم، ده موضوع اهبل يعني، ما تكبرش الموضوع، انت تمام. قول لي هتحس بايه ساعتها؟ لازم تكون شخص واقعي. شخص جه حكى لك حاجه معينه اسمع منه واعترف بالمشكله واتكلم معاه بوعي، لكن ما تقعدش تقول له رسائل تفاؤل ملهاش لازمه. مفيش حاجه مزعجه وبتضايق اكتر من شخص بيحاول يحسسك ان المشكله والالم اللي انت فيه مجرد حاجه ملهاش لازمه ووهم وخلاص. كل اللي بيحتاجه الشخص في الوقت ده انك تقول له انا فاهمك، كمل كلامك، أنا عارف إن الموضوع مش سهل، وتبدأ تسمع. دي رسالة الإيجابية المفرطة سلبية مقنعة من كتاب ما لم يخبرك به أحد. بس كده، سلام.